وحنا صغار كاملين تفرجنا في افلام ديزني، افلام بحال طرزان، علاء الدين، سندريلا، والقائمه كتبقى طويله. وفي نفس الوقت في هاد الافلام كنا كارهين الاشرار اللي فيهم، اشرار بحال الكابتن هوك، سكار وجعفر. ولكن واش عمركم تساءلتوا على القصه وشنو السبب اللي خلاهم يلجؤوا لطريق الشر؟ ثقوا بيا، في نهايه هذا الفيديو غادي توليو متعاطفين مع الاشرار اكثر ما كنتم متعاطفين مع الابطال، حيت فريمون دازوا من تجارب ومواقف خايبه اللي متاكد منين غادي تسمعوها غادي تصدمكم. فكيف ما شفتوا في العنوان، الكونسيبت غادي يكون كيدور على قصص اشرار افلام ديزني الحقيقيه. اول شخصيه شريره غادي نبداو بها هي شخصيه ميليفيسنت، اللي كتعتبر من اكثر الشخصيات المثيره للاهتمام في افلام ديزني، لدرجه انهم خرجوا عليها فيلم كامل كيتكلم غير على قصه حياتها. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيسمعوا بهذه الشخصيه وباغيين يعرفوا شكون هي، تبعوا معايا. وعشان اثبت لكم نيتي انا كمان حهدي الاميره هديه. هاد ماليفيسنت باختصار كانت هي الشريره في فيلم الجميله النائمه. في احد الايام كانت اميره سميتها شغف، وفي النهار اللي تولدت فيه هاد شغف الملك والملكه نظموا حفله كبيره باش يفرحوا بها. ولكن كيتفاجئوا من الساحره ماليفيسنت دخلت للقصر ولقات لعنه على الاميره، واللعنه هذه خلات الاميره تنعس لمده 100 عام. في الفيلم الاصلي للانيميشن تاعو كرتوني ما عرفناش علاش ماليفيسنت لقات اللعنه على الاميره، ولكن في الفيلم الواقعي ديال ماليفيسنت اللي خرج في عام 2014 عرفناها باللي هي من زمان ما عمرها كانت شريره. ولكن هادشي غادي يبدا ملي كانت في الفتره ديال المراهقه، تعرفات وحبات واحد الطفل سميتو ستيفن. وبيضوي هاد الولد هو نفسه الملك من يكبر. ستيفن ملي كان صغير كان حلم حياته هو انه يولي ملك، والطريقه الوحيده باش يحقق هاد الحلم خاصو يقتل ميليفيسنت. هنا قدر يستغل حبه ليها وداها لواحد البلاصه بعيده، وتماك فين غدرها وقطع الاجنحه ديالها. وفي عالم الجنيات دوك الاجنحه اللي عندهم بالنسبه لهم واحد الحاجه اللي مهمه، فدابا هو هنا من يقطع الاجنحه ديالها بحال صافي يقتلها. منين الامير قدر يقطع الاجنحه ديالها هنا توجوه باش يكون هو الملك. من مورا هاد تزوج وولد بنت سميتها شفاق. مني ميليفيسنت ساقط الخبار باللي الملك ولد، استغلت هذا الامر باش تنتقم منه على داكشي اللي داروا ليها. مشات لعندهم ولقات على البنت الصغيره واحد التعويده ديال النعاس، وهاد التعويده ما غادي تزول حتى دوز 100 عام. كنا صراحه ظالمينها، نورمالمون الشرير اللي في القصه هو الملك، اما هي فقط انتقمت على داكشي اللي داروا ليها، حيت هي حباته وتاقت فيه. ولكن هو شنو دار في الاخر؟ غدرها وقطع على الاجنحه ديالها. تعقلوا على شخصية الكابتن هوك من فيلم بيتر بان. هاد الشخصية الشريرة كان الهدف ديالو الوحيد هو يقتل بيتر بان والأولاد التائهين. في الجزء الثاني من بيتر بان تعرفنا أكثر على القبطان هوك وعلى حياته في الماضي قبل ما يولي شرير. الكابتن هوك هو في الواقع كان إنسان عادي وما كان سميتو هوك. مني كان شحال هادي صغير كان كيقرا في الجامعة، ولكن حياته غادي تغير من مورا ما غادي يقابل واحد الشخص سميتو سميت، وهنايا ولا خدام كقبطان السفينة. حياته في الأول كقبطان كانت عادية، حتى جا واحد النهار فين دخل في معركة مع بيتر بان، وبيتر بان قطع يد القبطان وعطاها للتماسيح تاكلها. من داك الوقت لدابا القبطان شخصيته تغيرت تماما وسمى راسو بالكابتن هوك، وعطى وعد لراسو انه ما غادي يخرج من ارض الاحلام حتى يكون انتقم من بيتر بان. دابا ندوزو الفيلم علاء الدين. حقق لي اول امنيه، عايز احكم مكان السلطان. كلنا عارفين باللي جعفر هي الشخصيه الشريره اللي كانت في الفيلم كامل، لدرجه كان غادي تسبب بموج علاء الدين شحال من مره. وهذا الشيء طبعا ابر استعماله للسحر والشعوذه باش يقدر يوصل للمصالح ديالو الشخصيه. اللي عرفناه ديريكت في فيلم علاء الدين، جعفر كان هو الوزير ديال المدينه، ولكن اللي اغلبنا ما عارفينش جعفر عاش واحد الطفوله خايبه ومتشرد غير بين الشوارع. تقريبا نقدر نقول لك بحالو بحال علاء الدين. جعفر عاش يتيم وتربى غير ما بين شوارع المدينه. من صغرو كان عنده نقص وكان كيشوف باللي الاغنياء كيستحقروا وكيقللوا من قيمته. بسبب هذا الشيء جعفر ولا كيجري غير ورا الفلوس والسلطه، وكان كيدير اي حاجه بانت ليه غير باش يقدر يغير حياته. مني جعفر كبر واكتشف باللي هو ولد السلطان الضائع، هنا فين تغيرات حياته 180 درجه ولا هو الوزير ديال المدينه. ولكن واخا هكاك هادشي كاع ما قنعو، ولا كيشوف باللي انه خاصو يكون هو السلطان ديال المدينه. من بعد هنا فين جعفر ولا كيستخدم السحر والشعوذه باش يستطيع يوصل للمصالح ديالو الشخصيه. عندنا اخر فيلم اللي غادي نختم لكم به هذا الفيديو هو فيلم سندريلا. فيلم سندريلا هو من اشهر الحكايات ديال ديزني. سندريلا هي بنت عاديه ولكن باها كان رجل غني. من الام ديالها ماتت باها تزوج بمراه اخرى اللي سميتها السيده تريمين. هاد السيده تريمين كانت ديما حاقده على سندريلا بسبب حياتها الرفاهيه اللي عاشتها مع باها. ومني باها توفى السيده تريمين هنا بدات كتعاملها معامله خايبه ورجعتها كي شي خدامه في دار باها. ولكن شنو هو السبب وراء هاد القسوه وهاد الشر اللي كاين في هاد الشخصيه؟
اول حاجه السبب الرئيسي هي الغيره. ففيلم سندريلا اللي طلع في عام 2015 تعرفنا اكثر عن السيده ريمين وماضيها قبل ما تولي شريره، وعرفنا انها ملي كانت مراهقه حبت اول رجل ليها في حياتها، ومني تزوجاتو للاسف كاع ما طول معاها حتى مات. طبعا هادشي اللي طرا دمر ليها نفسيتها وغيرتها من شخصيتها. مني تزوجات عاوتاني المره الثانيه حتى هي كانت عن حب. راجلها الثاني كان هو اب سندريلا، وكان بالنسبه ليها هو اهم حاجه عندها في حياتها، ولكن في المقابل راجلها كان همه الوحيد هي بنته سندريلا، وكان ديما كيفضل يبقى معاها بالساعات بدل انه يجلس مع مراته. هنا السيده ريمين بدات كتغير حيت شافت راجلها كيبغي بنته اكثر ما كيبغيها هي، ومني راجلها مات داك الغيره تحولت للكراهيه. وهنا فين بدينا كنشوفوا كيف استغلات موت اب سندريلا ابشع استغلال، وحولات حياه سندريلا المسكينه المشاكل ومعاناه طويله. وتخيلوا معايا هادشي كامل في دار بوها. وبهكذا في الاخير غادي نكونوا فهمنا واحد الرساله: حد فينا في هذا العالم ما كيتزاد خايب وقلبه كحل الا في حاله انه عاش تجارب قاسيه، كبر في بيئه اللي خايبه وعامره هي بالصدمات النفسيه. وكاينين جوج انواع ديال الناس اللي كيكونوا عاشوا بحال هاد المواقف. النوع الاول كيلعبها ذكيه، كاع هاد المعاناه وكاع هاد المشاكل والازمات النفسيه هو اللي داز منهم كياخذها موتيفاسيون وكيحاول انه الى كبر يطورها للافضل. وكاين النوع الثاني اللي عزيز عليه الاعذار، وهذا النوع هو اللي كتلقاه ضعيف في شخصيته، بلاص ما انه يطور من راسه ويلعب ذكيه لا كيفضل انه يختار طريق الشر، وكيكون داير في بالو بلي راه انا عندي عذر علاش درت هذا الشيء. على كل حال هنا غادي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. الا شفت هذا الفيديو عجبكم ووصلتوه لكثر من 15000 لايك غادي نحط لكم الجزء الثاني. والاخوان والاخوات كان معكم ايوب وبيس.